شوفوا اللي أنا مرفق لكم يا الربع. هذا مشجع نصراوي أصيب بأزمة قلبية أثناء المباراة. يقول الحمد لله والشكر، تعرضت البارحة أثناء مباراة النصر والقادسية إلى أزمة قلبية خفيفة والحمد لله أنها عدت. يعلق يقول كرة القدم أصبحت تستهلك الكثير من صحتنا بسبب التوتر والقلق والحمد لله على كل شيء. رد عليه المشجع النصراوي المعروف منصة إكس اللي هو مشاري شمري، يقول الموضوع كنت بيتكلم، طبعا اقتبس كلامه، يقول الموضوع كنت بيتكلم فيه لأني أعاني منه. الضغط يلعب بالقلب ويلعب بالأعصاب لعب. أنا الآن أعاني من مشاكل بالسمع والنظر ما كانت فيني قبل سنة وشوي. أرجع أسأل نفسي متى أتوقف، متى أنتبه لنفسي. وهالسؤال هذا يجب إنه يسأله لنفسه كل شخص يشجع نادي ويحبه، لدرجة إنه تشجيع النادي يسبب له مشاكل وأضرار صحية. لا والله انتبهوا لأنفسكم يا رب. والله الكرة ما هي مستاهلة إنك تفقد صحتك أو يفقدونك عيالك أو يفقدونك والديك أو يفقدونك ربعك وجماعتك وأخوياك عشان تشجيع نادي. يعني حماس ما قلنا شيء، تنافس ما قلنا شيء، لكن يصل الأمر إلى إنه الله يشفيه ويتمم عليها الصحة والعافية كلها ما شاء الله، يصاب بأزمة قلبية أثناء المباراة. يا أخي وقف، بطل كورة خلاص، لا تتابع. والله العظيم ترى كنت مثل اللي يدخن، حله إنه يوقف عن التدخين. هالدخان يسبب لك مرض بالقلب وبالشرايين وقف. هل الحل انك توقف؟ هل الحل انك تبعد؟ فاذا كان التشجيع يؤدي بكم الى التهلكة، هذه الظاهر حتى بحكم شرعي، يمكن انا ما بتدخل بالحكم الشرعي، ولكن اذا كان التشجيع بيسبب لك الامراض ويسبب لك المشاكل الصحية، يا اخي انت اولى بنفسك. حرام تخسر نفسك وتخسر صحتك علشان كورة. فريقين والله يمكن يعرفونك يمكن ما يعرفونك، يدرون بك ويشوفون اللي تكتب ويمكن ما يدرون. لا يا ابن الحلال، لا والله، لا تتابع وبغنى عن الكورة كلها، وخلك عند عيالك وأهلك ووالديك إذا محيين، تسمع وربعك وجماعتك. لا، واستانس وطلع للشعبان وفله واضرب من هالمندي ومن هالرصيص، طال عمرك من هالكبسات وهالرزيزات اللي على كيفك، وبلاش من الكورة كلها يا رجل. ما فرقة يا زرقة، انحش عن الكورة كلها.